السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الجمال، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلى على الرسول حتى لو كنت مشغول، عشان ان شاء الله ربنا كده يحبكم على طول. وحشتوني قوي يا اغلى المتابعين ليا، ويا رب يديمكم نعمة في حياتي، وما تحرمش منكم ابدا ولا من تعليقاتكم الجميلة اللي بترفع من معنوياتي يا اغلى متابعين. ويا رب كده يخليكم ليا على طول يا رب. انتوا عارفين والله العظيم معزتكم عندي ازاي. انا بعتبركم انتوا اهلي وناسي، يعني انتوا عيلتي الكبيره وعيلتي الصغيره، ربنا يخليهم لي بقى، عيالي وجوزي وكده. فربنا يا رب يخليكم ليا احلى متابعين في الدنيا. بصوا يا حبايبي، كنت عايزه اخد رايكم في حاجه مهمه قوي، وهنستنى رايكم وتكتبوا لي بقى في التعليقات، عشان بجد والله العظيم الموضوع ده بالنسبه لي مهم قوي، وعايزه اخد رايكم فيه، لان انا ماليش يعني ايه خبره في الموضوع ده. هي حاجه انا كنت عايزه اشتريها وكده، وتقولوا لي انتوا يعني اشتري دي ولا دي. هعرض عليكم حاجتين وانتوا تقولوا لي في التعليقات هاتي دي يا منى احسن، لا دي مزاياها احسن. انا اقول لكم يعني انا عايزه اجيبها ليه. انا زي ما بقول لكم ان الميه عندي في المنطقه اللي انا ساكنه فيها، الميه بتبقى مش حلوه خالص، بتبقى نازله كده لونها غريب قوي وطعمها غريب صراحه، يعني ميه ما تشربش مني، فتحس ان هي طعمها وحش جدا. فكنت عايزاكم تقولوا لي اجيب فلتر احسن. هو ده السؤال بقى، ماشي اجيب فلتر احسن واجيبه كام شمعة؟ قولوا لي بقى نظامه ايه، لان انا ما اعرفش في الحوار ده، يعني ايه الفلتر بكام، بيبتدي من كام عشان يبقى كويس، عشان في كذا مراحل وبتاع، وليه بقى قصص كتير انا ما فهمش فيها، ما انتوا برضه هتقولوا لي في التعليقات. بس اعتقد ان الفلتر ده 90% من الناس جايبينه، انا يعني بشوف ناس كتير قوي، يعني حتى كتير من القنوات جايبه الفلتر ده في بيتها. فقولوا لي يا حبايبي، يا اما بقى كنت عايزه اجيب اللي هو المبرد الميه ده. هتقولوا لي وهو المبرد الميه ده ما ملوش علاقه بالميه تبقى طعمها حلو او وحش، ده بيسقع بس، صح؟ بس انا كنت هجيب اللي هي الازازه الكبيره بتاعه الميه دي. في ازازه كبيره قوي، معرفش بتبقى 10 لتر ولا 20 لتر، مش عارفه، اللي هي كبيره قوي دي، اللي هي ممكن تقعد معانا مثلا شهر. فكنا هنجيبها مثلا كل شهر نجيب واحده، ونخلصت ولا حاجه. بس ما كنت اقول لكم يعني هنملاها من الحنفيه، مش هينفع طبعا، ما هي. فكنا مثلا كل شهر نجيب واحده ولا حاجه. فقولوا لي بقى في التعليقات انهي احسن، نجيب فلتر ولا نجيب اللي هو المبرد ده. بس انا صراحه انا بقول الفلتر احسن، يعني انا شايفه. بس جوزي بيقول لي الفلتر ده بتضطري كل شويه تغيري له الشمع ومش الشمع وكده. فانا والله عشان زي ما بقول لكم انا عمري ما ركبته في حياتي خالص. يعني حتى انا كنت في الفيوم صراحه، الميه اللي هناك كانت ميه طعمها حلو والله العظيم. يعني انا عشان كنت زي ما بقول لكم انا كانت بدايات حياتي ساكنه كنت في الفيوم، بقاليش هنا غير 3 سنين ولا حاجه، لسه كمان ما كملتش 3 سنين. فالميه بتاعت الفيوم كانت طعمها احلى بكتير كده، كانت نقيه كده وحلوه، وطعمها تنزل كده تحس ان هي ايه، بتروي كده وحلوه. فقولوا لي يا حبايبي يعني ايه رايكم، اعمل ايه بالظبط؟ اجيب فلتر؟ وقولوا لي ايه النوع الكويس، او ابتدي من كام، عشان في بشوفه ب 700 وفي ب 1000 وفي ب 3000 ومش حوارات. فقولوا لي هو النوع الكويس بيبتدي من بكام. وكمان ولا قولي لي بقى ان انا اجيب الفلتر، معلش انا اتلخبطت، ولا اجيب بقى اللي هو المبرد ده. انا مش مع المبرد ده صراحه خالص، انا بقول احسن اجيب الفلتر وخلاص. وطبعا في ناس بتيجي تركب الفلتر، لان متهيألي مش هينفع احنا نركبه، اعتقد كده. قولوا لي برضه في التعليقات في حد بيجي يركبه لنا، لو كان كده ابوها لنا لما نروح نشتريه، نشوف حد يجي يركبه لنا باذن الله. يعني الكلام ده باذن الله قدامها بشتريه يعني. يعني هو من ضمن الحاجات اللي انا باذن الله بدون مقاطعه حاطاه في دماغي ان انا اشتريه. بس يا حبايبي ده فيديو بسيط، انتوا عارفين ان انا بحب اقول لكم كل حاجه، حتى دبه النمله بحب اقولها لكم، عشان انتوا اهلي وناسي وحبايبي. وربنا اللي عالم والله العظيم انا بعزكم ازاي وبقتنع برايكم. وحتى انتوا لما بتقولوا لي على اي حاجه غلط يا منى ما تعملهاش، انا بحاول اتجنبها والله العظيم على قد ما اقدر، عشان رايي يهمكم، رايكم يهم رايي حلوه دي والله العظيم. ساعات كده ايه في اللا لا، رايكم يهمني جدا، وانا باخد بيها حبايبي في كل حاجه بتقولها لي. بس يا حبايبي لو عجبكم الفيديو فضلا وليس امرا، ما تنسوناش بالشير واللايك والاشتراك في القناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. مع السلامه يا حبايبي. وتصلوا على الرسول الصلاه الابراهيميه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم. مع السلامه.